كثيرة هي المرات التي سمعنا بها عن مواضيع تتعلق بالدول الكبيرة في العالم، حتى أنه من الممكن تحديدها بمجرد النظر على الخارطة. لكن ماذا عن الدول الصغيرة؟ هناك دول من صغرها لا تذكر في أي مكان قط، فهي ليست لا ترى فقط على الخارطة، بل لا ترى أيضا على وسائل الإعلام. هذا الفيديو يحتوي على قائمة لأصغر 10 دول في العالم، وخلال عرضنا للقائمة سنعرض بعض الحقائق عن كل واحدة منهم. ابقوا معنا. الدول التي ستذكر في هذا الفيديو هي دول معترف بها وذات عضوية في الأمم المتحدة، لذلك من الممكن أن يكون هناك دول غير معترف بها أصغر من هذه الدول. من أجل المرجعية سيتم مقارنة مساحات هذه الدول بمساحة دولة البحرين، أصغر دولة عربية، البالغة 665 كيلومتر مربع بدون الأراضي المستصلحة، أو بمساحة ملعب كرة القدم البالغة هكذا. دعونا نبدأ. في المرتبة 10 مالطا بمساحة تصل إلى 316 كيلومتر مربع، أي أقل من نصف دولة البحرين. هذه الدولة عبارة عن 3 جزر صغيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط، ليس بعيدا عن جزيرة صقلية الإيطالية. عدد سكان هذه الدولة يقارب 420 ألف نسمة. في هذه الدولة نجد أحد أقدم الآثار في العالم، المعبد الصخري، الذي يعود تاريخ بنائه إلى العام 5000 قبل الميلاد. في المرتبة 9 جزر المالديف بمساحة تصل إلى 300 كيلومتر مربع. تتكون هذه الدولة من أرخبيل مكون من 1200 جزيرة، 1000 جزيرة منها صغيرة جدا وغير مأهولة. تشتهر هذه الدولة بالسياحة الاستجمامية، حيث تم تحويل أغلب هذه الجزر إلى منتجعات لاستقبال السياح، وهي أحد الدول القليلة في العالم التي لا تحتاج إلى تأشيرة من أي شخص في العالم. لكن هذا سيكون موضوع فيديو آخر في المستقبل. عدد سكان هذه الدولة يبلغ 377 ألف نسمة. في المرتبة 8 سانت كيتس ونيفيس بمساحة تصل إلى 261 كيلومتر مربع. هذه الدولة هي أحد دول البحر الكاريبي، وتتكون من جزيرتين كيتس ونيفيس. هذه الدولة كانت أول منطقة تستعمر في منطقة البحر الكاريبي، حيث اكتشفها كريستوفر كولومبوس في العام 1493. هاتان الجزيرتان هما جزيرتان بركانيتان، لذلك فالحياة هناك ليست آمنة جدا. عدد السكان يقدر ب57 ألف نسمة. في المرتبة 7 جزر مارشال بمساحة تقدر ب181 كيلومتر مربع. تقع هذه الدولة في المحيط الهادي، وتتكون من 1156 جزيرة. لقد تحدثنا عن هذه الدولة قليلا في فيديو ما هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكني سأضيف معلومتين غريبتين عن هذه الدولة. الأولى أنها تعتبر إحدى أكثر الدول تسطحا في العالم، حيث يبلغ معدل ارتفاع الجزر عن سطح البحر 2 متر فقط. هذا يجعلها من أوائل الدول التي ستختفي تماما إذا ارتفع معدل المياه في البحار نتيجة الاحتباس الحراري. المعلومة الثانية والأغرب هي أن عدد جزر هذه الدولة نقصت واحدة عن السابق، وهي جزيرة إيلوغيلاب، التي اختفت عن الوجود تماما نتيجة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي في العام 1952. أخيرا، عدد سكان هذه الدولة يبلغ 53 ألف نسمة. في المرتبة 6 ليشتنشتاين بمساحة تصل إلى 160 كيلومتر مربع. تقع هذه الدولة بين دولتي سويسرا والنمسا، وهي أحد دول العالم القليلة التي لا تملك جيشا، وتعد أيضا أحد أقل الدول في جرائم القتل، حيث أن آخر جريمة قتل حصلت في الدولة كانت في العام 97. من أجمل المعلومات عن هذه الدولة أنه بسبب عدد سكانها القليل البالغ 38 ألف نسمة، يتم الاحتفال بالعيد الوطني للدولة في قصر الأمير، حيث يقوم بدعوة جميع سكان الدولة من أجل تناول الطعام والشراب معا في هذا اليوم. أخيرا،
هذه الدولة هي الدولة الأكثر تصنيعا لأطقم الأسنان في العالم. في المرتبة الخامسة سان مارينو بمساحة تصل إلى 61 كيلومتر مربع. تقع هذه الدولة داخل حدود دولة إيطاليا، وتقع في منطقة جبلية بالكامل. يحيط بهذه الدولة سور قديم، كما هو الحال مع سور الصين العظيم. يعتقد أن هذه الدولة هي أقدم دولة مستقلة في العالم، حيث تم استقلالها في العام 301 ميلادية. عدد السكان يبلغ 32 ألف نسمة. في المرتبة الرابعة توفالو بمساحة تصل إلى 26 كيلومتر مربع. تتكون هذه الدولة من 9 جزر واقعة في المحيط الهادي، وهذا سبب وجود 9 نجوم على علمها. تعاني أيضا هذه الدولة من مشكلة ارتفاع مستوى مياه البحار، مما أدى إلى رحيل أغلب سكانها. عدد السكان الحاليين في هذه الدولة يقدر ب10,000 نسمة. في المرتبة الثالثة ناورو بمساحة تصل إلى 21 كيلومتر مربع. تقع هذه الدولة على مقربة من دولة توفالو، وهي أصغر دولة في المحيط الهادي. تعد هذه الدولة الأقل زيارة في العالم، حيث يزورها فقط 160 سائحا في العام. تتكون هذه الدولة من جزيرة واحدة، وبعدد سكان يقارب 10,000 نسمة. وبالمناسبة دولة ناورو هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها عاصمة. في المرتبة الثانية موناكو بمساحة تصل إلى 2 كيلومتر مربع. تقع هذه الدولة ضمن حدود دولة فرنسا، ويقدر الوقت اللازم لعبور هذه الدولة مشيا على الأقدام ب56 دقيقة. علم هذه الدولة هو نفس علم إندونيسيا، لكن علم إندونيسيا أعرض بقليل، وهما عكس علم بولندا. تشتهر هذه الدولة بسباقات الفورمولا 1، حيث يتم إقامة مسابقات سنوية فيها، حيث تغلق بعض الشوارع العامة من أجل استخدامها في السباق. عدد سكان هذه الدولة 38 ألف نسمة. أخيرا في المرتبة الأولى الفاتيكان بمساحة تصل إلى 44 كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة 61 ملعب كرة قدم. تقع هذه الدولة ضمن حدود مدينة روما في إيطاليا، وهي تعد العاصمة الدينية للديانة المسيحية، حيث يعيش فيها بابا الكنيسة الكاثوليكية هو وحاشيته الخاصة. هذه الدولة رغم عدد سكانها القليل المقدر ب840 نسمة، إلا أن لها جواز سفرها الخاص. أغرب معلومة عن هذه الدولة هي متحفها الخاص، فهو متحف كبير جدا وبه العديد من القطع الفنية والأثرية. لو توقفت لمدة دقيقة واحدة عند كل قطعة فنية فستحتاج إلى 4 سنوات لإنهاء المتحف. شكرا لمشاهدتكم. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر أعجبني، واشترك في صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.